السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. زي ما انتم شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. انا جاية النهاردة وجايبة لكم ايه معايا النهاردة. انا عاملة طواجن المكرونة بتاعت محلات الكشري، اكبر محلات كشري، والتكات والحركات اللي معمولة. احلى طاجن تعمليه مكرونة في البيت بحاجات سهلة وبسيطة، مش هيكلفك اي حاجة. انا جايبة ومصورة الحاجات اهو عشان تعرفوا ان انا عاملاه في البيت، مش جايباه جاهز من بره. يعني وريتكم كده ان انا كده هتشوفوا ان انا جاهز من بره. لا، انا بجيب انا جايبه الطواجن دي شارياها بصراحه في البيت، وبعمل الطاجن كانه من بره بالظبط زي ما انتم شايفين كده، وطالع حته واحده وطالع بالمنظر اللي انتم شايفينه. الحمد لله الصوره ما بتكذبش، الصوره زي ما انتم شايفينها اهي، بتكات بسيطه وبحركات بسيطه كده هتطلعي احلى طاجن مكرونه. مش شرط تعمليه بلحمه مفرومه، انت ممكن تعمليه بفراخ، ممكن تعمليه بسجق، ممكن يعني ليكي حريه الاختيار في الخلطه اللي انت بتحطيها. عندك فراخ اعملي، عندك يعني بتاع ده لحمه مفرومه اعملي. هنبدا نسمي بسم الله ونبدا في الخلطه على طول. هنا دلوقتي انا بصوا ده طريقتي انا في تعصيج اللحمه. انا بحب احط اللحمه كده لان كده كده هي فيها الدهون بتاعتها، لحمه مفرومه فيها دهون، فهتنزل الدهون بتاعتها وتستوي بدل ما احط ماده دهنيه. فبصراحه لا، بصوا انا نزلت كل الدهون. انا بستنى عليها شويه وبحط حبه ورق لورا وبحط حبه فلفل اسود، مش اكتر من كده، واستنى عليها شويه تنزل ميتها. اول ما تلاقوها خلاص نزلت ميتها كده وبقيت بالشكل ده، هتبداي تفرمي في الكبه. انا فرمه بصلايه، جزرايه، فص توم معاهم. ودي خلطه عاديه جدا هتحطيها بقى عليها، دي التعصيجه. طبعا هتحطي وتقلبي لحد ما تلاقي البصله التانية خدت من طعم اللحمه وبقوا اتنين زي بعض. هوريكم شكلها دلوقتي تبقى ايه. بصوا اهي كده دخلت في السوا الرسمي. حطي بقى بهارات لحمه وحطي ملح، وكده التعصيجة بتاعتنا بقت جاهزة وزي الفل. مش محتاجة مننا أي حاجة تانية أكتر من كده. تمام. هنا بقى نبدأ بالصلصة بقى بتاعتنا. هحط حبة زيت، حبة زيت كويسين كده محترمين يعني، وعليهم معلقتين سمنة. أنا بحب أحط الزيت مع السمنة في أي تسبيكة للصلصة عموما. يعني لو أنا هعمل صلصة ببصل، أنا بحب أحط الاتنين مع بعض، الاتنين ليهم طعم مميز بصراحة. هنا حطيت بشرت كده في حدود 4 بصلات. تمام. وسبت البصلة كده حطيتها على النار لحد ما اصفرت. اول ما تصفر هتكوني مجهزه. هتحطي الاول، انا حطيت الاول معلقتين صلصه عشان تعزز معايا اللون والطعم. الطماطم مخضره شويه اليومين دول وكده، فانا بحط صلصه كده اضافيه عشان تديني القوام الحلو اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت اللون يبقى احمر حلو. هنا حطيت الصلصه الاول تفك كده الماده الحافظه بتاعتها كده في السخونيه. وبعد كده تكوني محضره شفشف طماطم كده عصراه ومجهزاه، وتبداي تحطي الطماطم بتاعتك. بس زي الفل كده بالظبط كده. هوطي النار عليه. تمام. واسيبها تتسبك براحتها. هنحط حبة سكر اهو زي ما انتم شايفين كده، حبة صغيرين. وحطيت مكعب مرقة دجاج. مش عايزة تحطي مكعب مرقة دجاج براحتك جدا يرجع لك. بعد كده سبتها تتسبك. بصوا بقت المادة الدهنية ظهرت على الوش، كده معناها ان هي اتسبكت. اول ما المادة الدهنية تظهر على الوش كده وتحسي ان وشها فيه زيت او سمنة كده، هي خلاص تمام. فكده طفيت عليها وحطيت بقى ملح وبهارات وفلفل. دلوقتي بقى هنا جبت الفرشه بتاعتي وقعدت ادهن حبه زيت كده بسيط قوي في الطاجن عشان الطاجن يطلع معايا حته واحده زي ما انتوا شفتوا كده. لو وصلت لحد كده للفيديو يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه لو عجبك الفيديو، وما تنسيش بالله عليك اللايك يعني هيرفع معايا الفيديو، مهم جدا. هنا بقى مسكت الطواجن كلها عملتها بدهنتها بالزيت. والاول حاجه احط اللحم المفرومه الاول اللي انا عصقتها. ده الديسك الرئيسي للرسم الاول. لازم احط كده ويعني وادوس شويه بالمعلقه وانا بحط، بحيث اسويه يعني في الطاجن نفسه. هتقولي ما عنديش طاجن، ما توقفيش نفسك، اعملي في صينيه ما فيش مشكله. اعملي في صينيه هتطلع معاكي بالشكل اللي انا وريتهولك ده، بس هتبقى في صينيه بقى، او طاجن فخار مثلا، وهتبقى معاكي زي الفل. والله لو عندك طاجن فخار ينفع تعملي فيها، هقولك ينفع تعملي فيها. هنا جبت المكرونه بص من غير سلق من غير اي حاجه وحطيتها زي ما هي. الحمد لله انا جايبه الطريقه يعني بالملي. انا جايبه المكرونه من الاكياس اهي زي ما انتم شايفين.
حطيتها هساوي، ما تمليش الطاجن قوي المكرونه للاخر، لان المكرونه لسه هتزيد في الفرن لما احط عليها الصلصه، فهتزيد شويه، فانت لازم يعني تخليها الا ربع كده، يعني تخلي المكرونه بالسوى اللي انت شايفاه ده بالظبط. تمام كده، انا حطيت، هبدا احط الصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه بعد ما سبكت وشفتوا خلاص الماده الدهنيه بتاعتها طلعت لفوق وحسيت ان هي خلاص استوت، هتبداوا تزودوا عليها ميه من الحنفيه، وزودوا بقى حبه ملح كده بحيث تظبطوا الصلصه، لان لازم الصلصه تبقى سايله وانتوا بتحطيها عشان تسوي المكرونه. لازم الصلصه تبقى سايله عشان تسوي المكرونه في الفرن. مش عارفه بتلخبط ليه، معلش سامحوني. تمام. فبس كده خلصنا اهو خلاص. ده اخر حاجه، ولو حاجه زادت مني بحطها في باقي الطواجن بحيث الصلصه تبقى على الوش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، الصلصه طالعه فوق المكرونه عشان المكرونه تستوي حلو معانا. تمام. هكون مسخنه الفرن، وانت بتعملي الحركه دي تكوني بقى مولعه الفرن ومسخناه. كده الطاجن بتاعي جاهز، قفلته كده كويس، ونحطه بقى ايه في الفرن. هنسيبه قد ايه في الفرن؟ يمكن مش هياخد معاكي وقت والله، هو حدود يعني تلت ساعة، نص ساعة بالكتير قوي هتلاقيه استوى. لو نارك هادية هيبقى نص ساعة، لو النار عالية ربع ساعة وهتلاقيه زي الفل اتفعلي. هنا الحركة دي مهمة، تجيبي السكينة يعني تخلعي شوية كده من على الجنب، مش تخلعي يعني تحطي في السكينة كده تفضلي تغرزي كده من الجناب، عشان الجناب وانتي بتحطي في الطبق تطلع معاكي، يعني يطلع معايا صحيح وسليم. انا بحب اطلع الحاجة زي ما هي، وولادي زي ما شافوها من بره يعني يحسوا ان هم بره البيت النهارده، فيحسوا ان هم ده بره البيت، ازاي هعمل لهم شغل المطاعم؟ انا ما بتفرقش معايا حاجه، احنا كل الشغل قادرين عليه الحمد لله كستات بيوت. الله على الجمال، شايفين؟ عظمه عظمه بجد. مش بشكر في نفسي والله، بس هو ده الفعل اللي حاصل. عيالي مهووسين بالمكرونه دي وعجبتهم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.